بسم الله. النهارده هعمل لكم مكرونه بشاميل سريعه. هنبتدي نعمل بشاميل. بالمره النتيجه بتاعته بتكونش حلوه تماما، فبفضل ان انا بحمص الدقيق مع السمنه على نار هاديه، ياخد شويه وقت بس نتيجه مضمونه. دلوقتي المزيج ما بين السمنه والدقيق خلاص كده هو استوى. شايفين الدقيق دلوقتي بقى لونه حلو قوي قوي قوي. بنزل واحده واحده بكوبايه لبن، ببتدي بنزل بالكوبايه التانيه، بقلب وابتدي ادوب الدقيق مع اللبن. بتدوب عن طريق المعلقة. بنزل بكوباية رقم 4. يبقى أنا دي هياخد له شوية وقت، يعني بنتكلم مثلا من 7 دقايق ل10 دقايق، وهروح أجهز بباقي مكونات مكرونة بشاميل. المكون التاني اللحم المفروم المعصج. طبعا اغلبنا بيعملها بطريقه لطيفه جدا وبتبقى ناجحه معاه، وكل واحد بيعملها بطريقته. اللي بيحط فيها طماطم، اللي بيحطها من غير طماطم. انا عندي بحطها من غير طماطم، ولكن سر الطبخه بتاعه اللحم المفروم هو البصل. تمام؟ على اساس ايه بقى؟ على اساس ان لو اللحم العصاج المفروم معمول حلو بينجح لي اي اكله بعد كده هو بيتحط فيها، بيغير لي الطعم. تعالوا نعمل لحمه مفروم معصج، يعني من احلى الاطعمه اللي ممكن تاكلوها. هنبتدي معاكم. هجيب الحله بتاعتي واحط فيها قطعه من الزبده او السمنه. هنا حطيت حوالي 50 جرام، وهحط زي ما انتم شايفين انا عامله حوالي بصلتين كبار، بس هنا بصلتين كبار جدا، يا اما 3
غير كده ان هي مش صحيه، فبنحاول معاكم ان احنا نتجنب اي حاجه ما تكونش صحيه. بعض الاكلات الخفيفه جدا البسيطه جدا اللي ممكن استخدم فيها دهون وهقولها في وقتها. بحط فلفل ابيض وبضيف الملح على حسب احتياج اللي انتوا بتحبوا كطعم. بضيف بهارات اكله وبقلب. شايفين البصل هنا قد اللحمه بالظبط. اقلب كويس، بمزج الاتنين في بعض وبغطيها تستوي على نار من هاديه لمتوسطه. شايفين البصله بعد ما جهزت اللحم المفروم المعسج وجهزت البشاميل، هجيب كيس مكرونه نص كيلو مكرونه بنه او ساعات بنقول عليها قلم، وبحط حوالي معلقه كبيره ملح في الميه علشان تملح المكرونه وبسيبها تغلي وتستوي. هنا في سوى المكرونه انا بسويها نص تسويه مش تسويه كامله، انا ما انساش ان هي لسه هتكمل سواها لما بتتحط في الفرن. ده كده بقت نص سوا وبرفعها وانا بصفيها من ميتها، ما بحطلهاش ميه ساقعه ولا حاجه ولا ميه بارده، لا باخدها هي بخليها تهدى شويه. بعد ما المكرونه اتسلقت بجيبها افرغها في طبق، يكون طبق كبير. عندي حوالي لتر ونص من الطماطم بكون حاطاه جنبي، باخد منها شويه شويه. بجيب قطعه من الزبده، هنا عندي المكرونه لسه سخنه خلي بالنا، الزبده هتدوب بسرعه. البشاميل عندنا زيادة، ببتدي بدوبها مع العصير الطماطم والمكونات اللي احنا عملناها، بتدوب مع المكونات بتاعتنا ويبقى شكلها حلو جدا. كريمة البشاميل يبقى في مساحة ليها علشان ما تدلقش مني في الفرن وتبهدل الدنيا. وبجيب عندي ده يعني حاجة على حسب الرغبة، انا هنا جايبة جبنة موتزاريلا بحطها قبل طبقة كريمة البشاميل على اساس ان هي ممكن تعملي نوع من انواع اللي هو الايه الشد شوية وانا باكل، فموتزاريلا سايحة بنتبسط يعني من الفكرة دي، والطعم بتاعها طبعا بيبقى رائع.
هنا بكون محضرة بيضة مخفوقة بحطها على وش البشاميل، بفردها عشان تديني لون حلو وقت الخبز. كده جهزت، وهحطها في الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200 درجة مئوية. دي المكرونة لما طلعتها من الفرن ريحتها رهيبة، اتعملت بسرعة جدا ومكونات بسيطة واقتصادية كمان في الوقت، وبألف هنا مع أكلك.